السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. مرحبا بكل مشتركين قناة روح وريحان الخياطة والكروشيه على اليوتيوب. مرحبا بكل متابعين صفحة إبداعات روح وريحان الخياطة والكروشيه على الفيسبوك. مرحبا بكم البنات اليوم جينا نعملوا هذا المعطف اللي يلبس حتى للسنة ونصف، يعني من 9 أشهر إلى سنة ونصف. لاحظوا الشكل تاعو، لاحظوا هذه هما القياسات. راح نعطيكم القياسات كاملة باش تعرفوا قداه درنا القياسات. لاحظوا هنايا البنات درنا حردة الإبط تقريبا 12 سنتيم، حردة الإبط 12 سنتيم. درنا البنات الطول هنايا من الرقبة حتى للأسفل درنا 32 سنتيم. درنا هنايا البنات الكم، درت نقول لكم الكم قداه درنا، يعني كون نعطيكم كامل القياسات. الكم درنا 29 سنتيم. من اسفل الكم هنايا، من اسفل الكم حتى للاسفل تاع هذا المعطف 24 سنتيم، وهنايا اسفل الكم 22 سنتيم. هنايا البنات هنايا قداه درنا لهنا البنات 25 سنتيم، يعني دوران الصدر 50 سنتيم. انا درتها 26 سنتيم هكا البنات باش يكون شويه واسع للبيبي. هذو هما التفاصيل العمل. بالنسبه للقياسات تاع الرقبه راني حطت لكم عدد السلاسل اللي حنديروهم. بالنسبه للقلمونه درنا البنات 20 سنتيم، 20 سنتيم. لاحظوا هذا هو الاخر تاعها، ها حتى اني دايره 21 سنتيم. دائما نزيد واحد انايا في القياسات. مرحبا بكم اصحاب الانامل الذهبيه، وماذا بكم البنات تعلقوا لنا كامل وديرنا وتخلوا هذا الفيديو يطلع اكسبلور، يطلع لاكبر عدد من المشاهدين. ماذا بكم تعليقاتكم، ولمعرفه كافه التفاصيل تابعي الفيديو للاخير. كما شفتوا البنات في بداية الفيديو المعطف اللي حطيته معكم وعطيت لكم تفاصيل القياسات كامل. الآن راح نبداو هذا المعطف ونقول لكم التفاصيل الأخرى، يعني واش نحتاجو. دوك نقول لكم نحتاجو أول حاجة نحتاجو الصوف في اللون الأزرق بلونوي، يعني الأزرق هذا اللي رايح تقريبا للسواد. نحتاجو هذا الباج، يعني لي مارك اللي نستعمل فيهم هي فيلو بيبي هذه، وفيلو بيبي، وخيط هذا سلمى يعني عندهم نفس السمك. هذا مش حاطين فيه زعما الكروشي اللي تستعمليه، الا انه الفتلات لاحظوا البنات الفتلات كيف شوف تقريبا كيف هذا دايرين فيه 3.2 يعني ايكوي، يعني الكروشي يعني كذلك 3 ولا 2.5. انا نحب نستعمل كروشي رقم 2.5 البنات. لاحظوا عندنا متر للقياس لازم نستعملها كذلك. الان حنجي نعطيكم التفاصيل باش نقسموا هذا الصدر. اول حاجه نجيبوا ورقه وقلم ونبداو البنات في التفصيل. لاحظوا نجيبوا عنا الصدر البنات الصدر المستطيل، يعني المعطف دائما يكون فيه صدر مستطيل. لاحظوا هنا البنات، هنا عندنا 11 وهنا 11 وهنا 11 11 11 11 وهنا 22 وهنا عندنا 1 2 3 4، يعني 4 سلاسل. يعني الحساب كامل هو البنات 70 سلسلة، 70 سلسلة. هنا ما راحش نخلو تاع الازرار لان نعاودو نخدموهم بطريقه مختلفه. الان فقط نعملو 70 سلسله. الان نرجع لكم نبداو البنات على بركه الله. اول حاجه نبداو بهذا اللون، نعملو 70 سلسله. لاحظوا البنات نعملو 70 سلسله. واحد 2 3 4 5 نكملو نرجع لكم. لاحظوا البنات عملنا 70 سلسله كما تشوفوا فيهم هنايا. لاحظوا الان واش نديرو، نعملو 1 2 3 كعمود ونرجعوا في الغرزه الرابعه ونعمل عمود. يعني هذا العمل راح يكون عباره عن اعمده، هذه نحسبوها كعمود. هذو 3 سلاسل، يعني عندنا الان 2 3 نعملو 11 عمود ونرجع لكم. عملنا البنات 11 عمود. لاحظوا 11 عمود. نجو هنايا في هذه السلاسل اللي عملناها تزايد نعمل العمود الاول. لاحظوا نعمل العمود الثاني هكذا تزايد تاعنا، نعمل سلسلتين، نعمل عمود اول، نعمل عمود ثاني. كما شفتوا في بداية الفيديو قلت لكم هذا العمل
يلبس حتى لسنة. نعملو الآن 11 عمود آخر واحد ونرجع لكم حتى نوصل للزاوية. عملنا البنات 11 عمود أيضا باش تشوفوا تكون لكم الصورة واضحة. الآن نعملو التزايد تاعنا 2 عمود سلسلتين 2 عمود. يعني تيا ديري التزايد كما كي حابه ديري 2 عمود سلسلتين 2 عمود، ولا ديري عمود سلسله عمود. يعني انا نحب ندير 2 عمود هكا باش بالخف باش يجي واسع في حردة الإبط ويجي هذاك هو الشكل تاعو مميز. نكملوا الآن نعملوا 22 عمود واحد اثنان، نكملوا 22 ونرجع لكم للزاوية الأخرى. عملنا 22 سلسلة البنات، والآن نعملوا أيضا الزاوية الأخرى، الزاوية الثالثة اللي عبارة عن 2 عمود سلسلتين 2 عمود. انا ما نحبش نطول معاكم في الاحداث البنات، يعني شغل في بعض الاشياء عباره عن تكرار. نعمل الان البنات 11 عمود ونلحق للزاويه الاخيره ونرجع لكم. وصلنا البنات للزاويه، نعمل ايضا 2 عمود سلسلتين 2 عمود. لاحظوا هكذا 2 عمود 2 سلسله 2 عمود. نعملوا اخر 11 عمود ونرجع لكم. واحد، نكملوا 11 عمود ونرجع لكم. كملنا البنات 11 عمود. الان واش حنعملوا؟ واحد اثنان ثلاثة كعمود، ونجو نعملوا في العمود اللي بعدها ايضا نعمل فوق كل عمود عمود حتى نلحق للزاويه ونرجع لكم. البنات الاعمده اللي عملنا فيهم التزايد كذلك نعملوا فوقهم البنات. لاحظي هكذا، شوفي الان نعمل التزايد تاعنا 2 عمود هكذا سلسلتين 2 عمود. نعمل ايضا فوق كل عمود عمود حتى نصل للزاويه ونرجع لكم. وصلنا البنات للزاويه، نكملوا هذا العمود الاخير نعملوا فوقه هكذا. نجو نعملوا هنا 2 عمود سلسلتين 2 عمود. لاحظوا يعني حنواصلوا العمل بنفس الطريقه، فقط في الزوايا نعملوا 2 عمود سلسلتين. لاحظوا نكمل هذا السطر فوق كل عمود عمود، نوصلوا للزاويه نعمل 2 عمود سلسلتين 2 عمود، نوصل كذلك نكمل هنايا، نوصل هنا كذلك 2 عمود سلسلتين 2 عمود، ونكملوا حتى نهايه السطر ونرجع لكم. وصلنا لنهايه السطر. فقط بغيت نقول لكم واحد التوضيح البنات، يعني كي توصلوا لنهايه السطر ما تنسيوش تعملي فوق 3 سلاسل، لانه لو كان ما تعمليش فوق 3 سلاسل راه الشغل تاعك ما يخرجلكش مضبوط. فهمتوني البنات؟ لاحظوا وصلنا هنايا نهايه السطر. هذا هو العمل تاعنا. لاحظوا الصدر المستطيل هكذا يكون. هنايا راح تكون حردة الإبط. هنا نكملوا البنات حتى نصل لحردة الإبط المناسبة. لاحظوا نوصلوا لحردة الإبط المناسبة نرجع لكم. فقط عبارة التزايد راح يكون هنا في الزوايا الأربعة، يعني حتى تلحقي لحردة الإبط المناسبة. ونرجع لكم باش نزيدوا اللون هذا، نوريكم وقتاش نديروه وكل وحده وقتاش نديروا، يعني على حساب حابه تدرجات الالوان ولا تفاصيل هذا الالوان. نكمل حتى نصل لحردة الإبط ونرجع لكم. لاحظوا البنات بعد ما وصلنا لحردة الإبط المناسبة، لاحظوا نبداو هنايا. شوفوا اش نديروا، نعمل هادو يبقى لي هادو هنايا هكذا، هادو 4 و 5 أعمدة. لاحظوا البنات وصلنا للزاوية، نعمل هكذا 2 عمود هكذا. نجو الجهة المقابلة أيضا البنات نعملوا 2 عمود. لاحظوا هكذا نفس الطريقة. نقول لكم شحال ولات عندنا حردة الإبط، يعني هذا يلبس من 9 أشهر إلى سنة. لاحظوا هنا نحسبوا هكذا عندنا البنات تقريبا، يعني في العادي بلا ما تتجبدي عندنا 12 سنتيم. يعني لاحظوا هذا هو، شوفوا تقريبا 12 سنتيم. كملوا البنات هذا تاع الخلف ونجي نعطيكم كامل القياسات. وصلنا البنات لهنا للزاويه الاخرى. لاحظوا بقى لي هذه الشله فيها 25 غرام، هذا ما قعد لي منها. لاحظوا هنايا هكذا نعمل
2 عمود هكذا. نجي الجهة المقابلة أيضا نعمل 2 عمود. لاحظوا نحل هذا الخيط راه تخبل لي ونرجع. لاحظوا البنات عندنا دوران الصدر يعني درناه 50 سنتيم، يعني هنا 25 سنتيم. هنايا شحال درنا 8 سنتيم، هي الكتف 8 سنتيم. لاحظوا حادة الإبط كما راكم تشوفوا البنات، يعني هنا كي شغل كي مش مجبودة هي تقريبا 12 سنتيم. هنايا مازال ما درناش باش نعملوا تاع الازرار لانه خليتها مفتوح. نكملوا نعملوا عدد من الاسطر ونجو ندمجوا اللون هذا باش نوريكم كيفاش ندمجوه. لاحظوا البنات الان راح نجيبوا هذا اللون نبداو نعملوا به، ندخلوه هنايا. شوفوا كيفاش نديروا. كي نجو هنا قبل ما نسحبوا هذا الخيط ما نسحبوش هذا، نجو نسحبوا اللون الاخر، يعني اي لون حبيتي ديريه يعني تسحبي اللون هذا هكذا. نعمل 1 2 3 كعمود، نعمل يعني فوق كل عمود عمود، يعني شيء عادي. نعمل الآن تقريبا نعمل سطرين بهذا اللون، سطرين بهذا اللون، اللون الأزرق الغامق. نعمل سطرين. لاحظوا كملوا فوق، نعمل فوق كل عمود عمود هكذا البنات. لاحظوا هذا هو الشكل كيفاش تهز هنايا، لان هنا راح نعملوا حنايا غرزة الحشو باش نعملوا الازرار، يعني راح يقعد لنا هذا عادي يعني ماهوش مشكل. نكملوا البنات ونرجع لكم. نعملوا البنات كذلك السطر الثاني هكذا، يعني بهذا اللون نعمل سطرين، وبعدين راح نرجعوا للون هذا هو الاساسي، راح نعملوا به ايضا عدد من الاسطر ونرجعوا نعملوا بهذا اللون كذلك، يعني نعملوها كشغل تدرجات. نعمل بهذا سطرين ونرجع لكم بنات. لاحظوا البنات بعد ما عملنا هذو السطرين الان واش حين نعملوه، نعطيكم تدرجات كيفاش غادي نعملوا البنات. كيف راح نعمل هذا العمل؟ درنا 2 بالازرق، الان نديروا 2 بهذا اللون، وبعدين نزيدوا 2 بالازرق، ومن بعد 2 بهذا اللون، ومن بعد 2 بالازرق. يعني الازرق راح يكون عندنا 3 مرات هذه المره، ونزيدوا مرتين، يعني حيكون 2 عمود. الان راح نعملوا 2 عمود بهذا اللون، وبعدين نديروا 2 عمود بالازرق، وبعد 2 عمود بهذا اللون، وبعد 2 عمود بالازرق، والباقي راح يكون بهذا اللون. يعني البنات اللي حابين التدرجات وانتي ديري اللون اللي كي حباتو، يعني اللون اللي انتي بغيتي ديري به تدرجات سواء تاع بنت او ذكر. انا هذا اللي طفل، يعني على ذيك ندير هذه الالوان تناسب للاطفال. نكملوا الان البنات الان نعمل سطرين بهذا اللون، وبعدين نعمل سطرين بالازرق، ومن بعد سطرين بهذا اللون، بعد سطرين بالازرق، والباقي نعملوه بهذا اللون. نكملوا واش عندنا ونرجع لكم باش نعملوا اخر الاسطر لهذا العمل. لاحظوا البنات بعد ما وصلنا للطول النهائي تاع هذا المعطف، وعملنا كذلك عملت هنا الكم راح يكون على حساب هذه. شوفوا البنات الكم هنايا واش راح ندير البنات. الان راح نبقى في اخر السطر هنايا نعملوا 1 2 3 كعمود، ونجو نعملوا هذه عمود امامي. لاحظوا بعدين عمود خلفي، عمود امامي، عمود خلفي. لاحظوا بنات يعني العمل راح يكون هنايا في هذا المعطف في اخر السطر عبارة عن اسطر عمود امامي عمود خلفي، حتى نصل العدد من الاسطر 5 اسطر او 4 اسطر. انتي واش راكي حابة تعملي عدد الاسطر الذي تريه مناسبا تعمليه، يعني يكون فوق العمود الامامي عمود امامي، وفوق العمود الخلفي عمود خلفي. نكملوا بهذه الطريقة البنات حتى نصل للطول المناسب، ونرجع لكم باش نوري لكم كيفية عمل الكم. لاحظوا البنات بعد ما كملنا هذا الاسفل هنايا قفلناه كامل، درنا تقريبا 5 اسطر. لاحظوا هنايا الكم راكم تشوفوا فيه. الان راح نعملوا الكم معاكم. واش نديروا البنات؟ نجيبوا هنايا، نجي هنايا انا راني حابه نعمل هنا في الاسفل باش يكون الكم شكله جميل. نجو هنايا نعملوه هكذا كعمود 1 2 3،
ونجو نعملو هنا البنات 2 عمود فوق هذا العمود اللي راكم تشوفوا فيه، نعملو 2 عمود. لاحظوا هكذا. ونجو هنايا البنات نعملو فوق كل عمود عمود، يعني نعمل فوق كل عمود عمود. نكملو هذا السطر ونرجع لكم. لاحظوا البنات بعد ما وصلنا هنايا نقفلوا بمنزلقه فوق ال3 سلاسل. البنات مش راح نعمل التناقص هنايا، راح نعمل التناقص حتى هنا، يعني في اخر الكم هنايا راح نديروا التناقص بغرزه الحشو. هنا كذلك مش راح يكون تناقص، العمل راح يكون مثل ما عملنا هنايا، يعني عادي تكملي تعملي الكم بطريقه عاديه حتى تصلي لهنا. حنجي نعمل لكم كيفيه التناقص. نكملوا البنات كي نوصلوا لكيفيه التناقص نرجع لكم. لاحظوا البنات بعد ما كملنا الكم كامل كم تشوفوا فيه كما راكم تشوفوا فيه هنايا، واش راح نديروا الان؟ راح نديروا التناقص تاعنا حتى يقعد لنا 30 عمود. انا دوك كي نولي ندير في التناقص نولي نحسب، يعني تناقص بغرزه الحشو. لاحظوا بنات عندنا هنايا نعمل سلسله، نعمل 1 2، نديروا التناقص هنا 3، في 4 و5 نسحبوهم كتناقص، يعني الان راه عندنا 4 غرز. يعني حنا نكملوا التناقص تاعنا حتى تلحق لي 30 عمود، يعني يقعد لي 30 عمود او 30 غرزه حشو ونرجع لكم. وصلنا البنات لهنا، نبدا نعمل فوق كل غرزه حشو عمود، يعني نعمل 3 سلاسل 1 2 3، نبدا نعمل فوق كل غرزه حشو عمود حتى نصل لنهايه السطر ونرجع لكم. وصلنا لهنا البنات، نعمل فوق هكذا. لاحظوا نعمل 3 سلاسل، نبدأ نعمل عمود أمامي عمود أمامي عمود خلفي حتى نصل إلى عدد من الأسطر. نبدأ نعمل كذلك فوق كل عمود أمامي عمود أمامي، وفوق كل عمود خلفي عمود خلفي حتى نصل للطول المناسب مثل ما عملنا في هذه ونرجع لكم. لاحظوا البنات بعد ما عملنا الأكمام كما راكم تشوفوا فيهم، نجو هنا البنات نعملوا القلمونة أو الكابيشو. نجو هنايا نجيبوا الخيط تاعنا، يعني نعمل فوق كل سلسلة عمود. هنايا وين درنا هذا تاع الأزرار ما نعملوش فوق البنات الأعمدة، حنا نعملوا فوق السلاسل اللي بدينا بهم البداية العمل. نجو هنايا هكذا نعمل 1 2 3 كعمود، ونعمل فوق كل عمود هكذا عمود، فوق كل سلسلة عمود، يعني فوق كل عمود عمود. لاحظوا هكذا. وبعدين نعمل عدد من الأسطر حتى نصل للطول المناسب، اللي هي أني راح نعمل البنات 20 سنتيم. يعني أنا أغلب القلمونات نعملهم 20 سنتيم 18 سنتيم 22 سنتيم باش هكا البيبي يقدر يلبسها بيا. نكملوا نعملوا عصاير داير على هذه ونرجع لكم. لاحظوا البنات وصلنا لنهاية السطر هنايا تاع القلمونة. شوفوا نجو نلفوا الشغل، يعني تعملي فوق 3 سلاسل هذه ما تنسيهاش. نعملوا 1 2 3، نبدا نعمل فوق كل عمود عمود. نكملوا البنات عدد من الاسطر حتى نصل للطول المناسب تاع هذا الكابيشو او القلمونه، ونرجع لكم نوريكم كيفيه الخياطه. ونعمل معكم كذلك الاماميه هنايا وين نديروا الازرار، يعني فتحات الزر. هنايا عملت هذه عملتها، وبعدين راح نعمل معكم كيفيه عمل فتحه الزر، لاني كاين باش ما يطولش عليكم الفيديو مراحل نعمل لكم المرحله الاساسيه فقط. بالنسبه لهذه حتكون هذه مغلقه، يعني ما فيهاش اخطاء، يعني عاديه تعمليها وحدك، والاخرى تاع الازرار راح نعملها معكم. نكمل البنات ونرجع. لاحظوا البنات بعد ما وصلنا طول القلمونه ولا الكابيشو 20 سنتيم كما قلت لكم، نجو البنات لاحظوا هنايا نجو البنات نقوم بالخياطه بالكروشيه، يعني ديما كما قلت لكم خياطه بالكروشيه. شوفي الجزء الامامي الداخلي او الخارجي، وين هو الداخلي او الخارجي، كملوا هكذا. هنايا عندنا هذا للداخل هكذا البنات، يعني هذه راح تكون هكذا راكم تشوفوا فيها، يعني احنا اصلا تكون الداخل والخارج يكونوا نفس الشكل. واش نجو نديرو هنايا؟ نجو نقلب انا هكذا ونقعد نخيط بغرزة المنزلقة. نسحب هنايا الخيط، هذه هنايا نجو في هذا الثلاث سلاسل اللي راكم تشوفوا فيهم هنايا، ونسحب الخيط هكذا. نبداو ندخلوا في وحده فوق كل عمود هكذا، ونسحب هكذا حتى نصل الى نهاية السطر ونرجع لكم بنات.
لاحظوا البنات بعد ما كملنا عملنا غرزة للتثبيت. نجيبوا المقص، يعني المقص اللي يكون حاضر عندك، انا راه هذا حاضر حاليا. نجيو البنات شوفوا لاحظوا الشكل نتاعو. نجيو البنات هنايا باش نعمل معاكم وين مكان الازرار. نبداو البنات من الاسفل، يعني هنايا حتى نوصلوا هنا البنات، يعني يقابل هذه. لاحظوا قابل هذه نعملوا غرزة. نبدا البنات بغرزة النصف عمود، يعني نبدا هنايا في الاسفل كامل وين هذه اخر سلسلة، نعمل 2 سلاسل. لاحظوا هكذا 1 2 ونعمل 1 2، يعني فوق كل عمود 2 غرزة نصف عمود، فوق كل عمود 2 غرزة نصف عمود حتى نصل لنهاية السطر. ونرجع لكم بنات باش نبداو نديرو فتحات الازرار. وصلنا البنات لهنايا، يعني اخر سطر. لاحظوا هنايا لازم يكونوا متساويين باش تعملي نوصلوا هنايا نعملوا فوق السلاسل اللي كنا عملنا فيهم، نعمل فوقهم غرزة النصف عمود. لاحظوا هكذا بنات، نعمل 1 2 ونعمل غرزة ايضا نصف عمود. نجو هنايا بعدها بسطر، يعني نترك 2 نترك 2 نصف عمود، نعمل 1 2 نترك هنايا 2 غرزتين ونعمل في الثالثة هكذا. هذا مكان للزر بنات، مكان للزر. لاحظوا مكان للزر. لما شفتوهاش بيا نعمل هنا هكذا، ونجي في العمود اللي بعده هنايا نعمل مكان للزر. نعمل عدد ايضا اخر نكملو حتى نصل. لازم تكوني يعني دايره حساب قداه ديري من زر هكذا. لاحظوا البنات انا عينت مكان الازرار، درت فيهم فواصل الصوف ولا لي ماركير، كل منطقه كيفاش تسميهم. نعمل 1 2 هكذا، نترك 2 ونعمل في الثالثه غرزه نصف عمود. لاحظوا بنات هكذا، يعني نكملوا هذا الاسطر هكذا بنفس الطريقه ونرجع لكم في نهايه السطر، يعني كل مكان نخلو 2. وصلنا البنات لاخر غرزة، نعمل هكذا 1 2 نترك هنا 2 ونجو نعملو هكذا. لاحظوا بنات، وبعدين راح نخفو الخيوط هذو اللي كنت تشوفوهم هنا، غادي نخفوهم بعدين نخفوهم، لانه هنايا كي كنا نعملو في المعطف كان هذا هنايا هذاك المكان كان فيه لما نديرو الخيط الاخر يعني. لاحظوا وصلنا لنهاية السطر، نعمل 1 2 نلف الشغل ونعمل فوق كل نصف عمود نصف عمود. لاحظوا بنات، لاحظوا فوق كل نصف عمود نصف عمود. لاحظوا حتى نصل وين السلاسل، نعمل فوق كل سلسلة نصف عمود هكذا. لاحظوا هكذا، ونكملوا البنات العمل تاعنا حتى نصل لنهاية السطر ونرجع لكم. وصلنا البنات الأخير. لاحظوا نعمل فوق كل سلسلة نصف عمود عفوا، كذلك هنايا هكذا السلسلة الثانية. وهنايا كانوا عندنا 3 عفوا 3 تقريبا، نعمل فوقهم هكذا. عملنا 2 قبل، لاحظوا، و3 سلاسل التي لا تحسب. لفوا الشغل ونعود نعملوا بنفس الطريقة فوق كل عمود البنات، فوق كل نصف عمود نصف عمود، يعني لاحظوا يكون تقريبا مثل ما عملنا في هذه. نكملوا هذا السطر ونرجع لكم. لاحظوا البنات وصلنا لنهاية السطر. هذا هما عندنا عملنا 5 أزرار. واش نديروا البنات الآن؟ راح نقصوا الخيط، واذا حبيتي ديري نتيا حتى لهنا غرزة الحشو يعني ماشي مشكل وديريها صاير داير. انا مش راح ندير غرزة الحشو لانه سي بون. واش راح ندير البنات؟ حنركب التزيين ونرجع لكم. لاحظوا البنات هذا هو الشكل النهائي بعد ما كملنا هنايا تاع الكم. لاحظوا هذا هما الاكمام. عملنا كذلك هذا التزيين، ركبت الازرار كذلك، درت لها هذو في هذا الشكل.
هذا هو الشكل النهائي تاع هذا المعطف. البنات لي اي استفسارات فيما يخص الكروشي ماذا بكم البنات تعلقوا لي هنايا في القناه، وماذا بكم توصلوا هذا الفيديو لاكبر عدد. واش نقول لكم البنات، ما تنساوش تشتركوا في القناه، فعلوا زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.